السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية يا جماعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الأمن والأمان والسلم والسلام على السودان وأهل السودان كافة. اللهم آمين. في الفيديو ده يا جماعة أنا عايز أديكم فكرة عن الحتة اللي وصلنا لها في المشروع بتاع الطيارة. مشروع الطيارة للناس اللي ما متابعيننا، نحن مجموعة من الشباب السودانيين المهندسين، كنا شغالين وما زلنا شغالين في مشروع طيارة من غير طيار. الغرض الأساسي من المشروع ده إنه الطيارة دي تقدر تشيل 1.5 كيلو من المواد الطبية الخفيفة المنقذة للحياة لمسافات تصل لحد 50 كيلومتر. الطيارة تمشي 50 كيلومتر وتجي راجعة. وحقيقة أنا مقتنع تماما إنه المشروع ده واحد من المشاريع المهمة جدا اللي لازم يحصل في السودان. كويس، سواء عبرنا نحن أو نقدر نلهم افراد ثانيين او مجموعات ثانيه انه يشتغلوا مشروع مشابه ونساعدهم يقدر يوصلوا برضه لانه يوصل المشروع ده لحته ممكن يقدر يستفيد منها المواطن السوداني البسيط. طيب انا عايز اوريكم سريع جدا انه نحن وصلنا وين، كويس، او عملنا شنو في الفتره الطويله اللي فاتت اللي كنا بنشتغل فيها. نحن كنا حقيقه عملنا كثير من التجارب، واخر نموذج وصلنا له او اخر حاجه وصلنا لها وبعديها مشينا كويس انه اشترينا تصميم جاهز من شركه اسمها اكليبسون، تصميم جاهز للطياره. كويس، وعندهم مجموعه من الطيارات اللي ممكن تشتري التصميم بتاعها بعدين تقدر تطبعها طباعه ثلاثيه في طابعه حقتك. ونحن عندنا حقيقه مجموعه من الطابعات الثلاثيه في السودان، وانا برضو انا حاليا قاعد في امريكا، عندي برضو مجموعه من الطابعات الثلاثيه هنا. فكان اشترينا تصميم قريب جدا للتصميم النهائي بتاعنا اللي حنعمله، او شغال بنفس الفكره يعني من ناحيه بتاع التحكم. اشترينا تصميم بتاع طياره صغير من الشركه اللي اسمها كليبسون دي وطبعناه طباعه ثلاثيه في السودان هناك. وبعدين جبنا الخطوه الاولى كانت او الخطوه اللي بعد ذاك اللي عملناها انه خلينا الشباب يتمرنوا حرفيا، يعني يمشوا بس يلعبوا بالطياره دي ويحاولوا يحركوها بطريقه يدويه تماما باستخدام ريموت، نفس الريموت ده. كويس، برضه ده ريموت اسمه فلاي سكاي، متوفر ورخيص. وكانوا بيحاولوا يطيروا الطياره بطريقه يدويه بيدي. حقيقه عدوا زمن طويل جدا لحد ما بقوا بجد بيقدروا بيطيروا الطياره بالريموت اليدوي ده. وعشان نساعدهم زياده كان برضه يعني اشترينا لنا زي برنامج كده بتاع محاكاه اسمه ريال فلايت، برضه متوفر من الانترنت، الناس ممكن يشتروه. و بقوا بيقدروا يتمرنوا باستخدام الريموت على الطياره في الكمبيوتر. يعني حتى الطياره لما تقع حقيقه هو بيكون بس برنامج بتاع محاكاه، فممكن تجرب محاولات لا نهائيه بتكلفه بتاع الزمن بس، يعني ما اكثر من كده. بعد ما عملنا الحاجه دي قمنا بعد ذاك جينا ركبنا متحكم مشهور حقيقه وموجود ومتوفر ورخيص، بيسموه بيكس هوك اللي هو المتحكم ده. تمام، ركبناه في نفس الطياره الموديل الصغير ده عشان نقدر نفهم به زياده انه كيف ممكن نقدر نطير الطياره دي ونتحكم فيها بصوره تكون اوتوماتيك يعني. فجبنا المتحكم ده اللي هو اسمه بيكس هوك، والسوفت وير بتاعه والبرنامج بتاعه مصدر مفتوح اسمه اردو بايلوت. يعني نحن كان الفكره انه ننزل المصدر المفتوح ده نشتغل به، وبعدين في المستقبل اذا محتاجين اي تغييرات في الكود ذاته في السوفت وير ذاته، هو مصدر مفتوح ممكن نعدل البرنامج بتاعه على حسب رغبتنا. تمام، فبرضه عدينا يعني بعض الزمن، حقيقه ما كان زمن طويل شديد، عدينا بعض الزمن وقدرنا نبرمج البيكس هوك ده باستخدام المصدر المفتوح اللي اسمه اردو بايلوت بصوره سهله حقيقه. وبقينا نقدر نطير الطياره بتاعتنا دي اللي هي بنطبعها طباعه ثلاثيه، بقينا نقدر نطيرها بصوره كويسه جدا
وبصورة تلقائية أوتوماتيك باستخدام المتحكم معه. تمام. الحاجة دي طبعا يعني نحن بنطبعها طباعة ثلاثية، والطباعة الثلاثية ما قوية شديد، يعني الطيارة بتطير وأي حاجة بصورة كويسة، لكن ما حاجة ممكن تعتمد عليها إنه تعتبره ده التصميم النهائي كويس، غير إنها طبعا كانت نموذج صغير شديد. ففي الآخر الحمد لله وصلنا لأنه بقينا نقدر الطيارة الصغيرة دي، النموذج الصغير طبعا إنه طباعة ثلاثية دي، بقينا نقدر يعني بقى عندنا فيه تحكم ومعرفة كويسة شديد. كل الشباب هناك في السودان بيقدروا يعني يبرمجوه بصورة كويسة، بيطيروه بصورة كويسة، بتقدر حتى تفتح الخريطة. هو فيه جي بي اس وفيه مجموعة من الحساسات بتخليه ذكي جدا كويس، يعني بيقدر يعرف مسافته من الواطة قدر شنو، بيقدر يعرف سرعة الرياح قدر شنو، بيقدر يعرف المكان بتاعه، الميلان بتاعه، الكثير من الحاجات، وقدرنا نبرمجه بصورة كويسة، و بنقدر نحدد له مسار معين بيقدر يمشي به ويجي راجع به وكده. لكن زي ما قلت لكم الطياره في عظمه مطبوعه طباعه ثلاثيه، ما قويه شديد وصغيره في نفس الوقت، ما بتقدر تشيل اي حاجه. ده كان فيز الحمد لله انتهينا منه وصلنا فيه لحته كويسه شديد. تمام. في نفس الوقت كان معانا شباب او المهندسين الميكانيكيين كانوا بيعملوا في تصميم نهائي، التصميم بتاع الطياره الكبيره شديد بتاعتنا الاخيره، اللي هي لما اقول كبيره شديد يعني عرضها من نهايه الجناح لنهايه الجناح حاجه بتاعت 2 متر. انا ممكن اكون نزلت صور للناس عن التصاميم اللي شغالين بيها والبرامج بتاعت المحاكاه اللي عملناها بتاعت الايروداينامكس وكده، في او فيديوهات هنا في الصفحه بتاعتي. عملنا التصميم الاخير ده وعملناه باستخدام الياف الكربون كويس. عملنا قوالب طبعناها طباعه ثلاثيه القوالب بتاعتنا، وباستخدام القوالب دي قدرنا نعمل نفس الطياره النهائيه بتاعتنا دي باستخدام الياف الكربون كويس. عملنا يعني بنينا كل الطياره، واذا الناس كانوا متابعين كنا دائما بس نحن بندع الطياره بيدنا. بعد ما بنينا الطياره الكبيره اللي هي ده التصميم النهائي بتاعنا اللي هو المفروض يقدر يشيل لنا الكيلو ونص ده، مشينا كان عملنا تستين الاثنين كانوا مخستكات حقيقه، لانه لسه كنا بنحاول ندع الطياره بيدنا، والطياره الاخيره دي كانت كبيره لدرجه انه ما كانوا قادرين يتحكموا كويس في جدعتها كويس. فدي كان اخر حاجه عملناها في السودان، اللي هو عملنا اخر تستين في الخلا، كانوا تستين مخستكات كويس. وبعديها طبعا حصلت المشاكل اللي في السودان دي، وزي ما قلت لكم اضطرينا انه نقيف تماما لبعض الزمن كويس. هسه دي مؤخرا بدينا نرجع تاني. في جزء من الشباب اللي كانوا شغالين في الطياره حاليا برا السودان قدروا يطلعوا، وديل انا شغال معاهم. بنعمل اجتماعات بصوره شبه يوميه، وبنحاول انه شنو نعدل شويه بحيث انه نواصل. واحده من المشاكل الكبيره حقيقه اللي عند طبعا الشباب اللي قاعدين في السودان يعني مخلينهم مع همهم حقيقه، ما قاعدين نشغلهم اليومين ديل، بنخليهم عرفت مركزين مع المويه والمتطلبات الاساسيه بتاعت الحياه، وانه يوفروا حمايه كويسه ويركزوا مع وضعهم هناك في السودان يعني. فما قاعدين نشغلهم، لكن احنا مواصلين كويس. للاسف الشديد في حاجات يعني موضوع التجارب في الخلا دي ده موضوع مهم شديد، ما بنقدر نتقدم من غيره. فقررنا انه انا هنا، انا قاعد في امريكا، قررنا انه انا حابدا ارجع تاني واشتغل الشغل العملي عندي هنا كويس. وللاسف الحقيقه القرار ده يعني حار شديد، من ناحيه انا شغال يعني في حاجات تانية شغل رسمي، ما الشباب اللي كانوا في السودان وشغالين في الطياره دول متفرغين تماما كان لموضوع الطياره. لكن انا من ناحيه انه عندي شغل تاني يعني رسمي لازم اشتغله، لانه ده اكل عيشي. والحاجه الثانيه انه حقيقه الناس الشباب اللي في السودان هناك قدروا يكتسبوا مهاره في زمن طويل، وبقى عندهم مهاره كويسه شديد في التحكم في الطياره وفي تركيبها وكده كويس. فانا حابدا اعمل نفس الحاجات اللي هم عملوها ان شاء الله بصوره اسرع شديد، لانه هسه بقى عندنا بعض المعرفه بعد الخستكات الكثيره اللي خستكناها دي. فحابدا تاني من اول وجديد اطبع الطياره الصغيره اركبها مع بعض
امشي اجرب بيها، احاول اشتغل براي في الريال فلايت السوفت وير البرنامج بتاع المحاكاه ده. وفي نفس الوقت الشباب اللي قاعدين برا السودان هم بيساعدوني بصوره دوريه، بيقدموا لي كل النصائح الممكنه. آه، اذا في اي شغل في الكمبيوتر او شغل بتاع محاكاه او شغل بتاع تصاميم ثلاثيه بفيوجن 360 قاعدين يشتغلوا الشغل ده هم. تمام. فانا ساعدي عملت شنو؟ انا ان شاء الله حاحاول بصوره شفافه جدا، يعني كل يومين ثلاثه انزل للناس فيديو اوريهم انا وصلت وين والخطوه الجايه شنو. تمام. فمبدئيا كده هون ده الريموت ودي الوصله. هبدا اوصل الوصله دي بالكمبيوتر وانزل البرنامج اللي اسمه او اشغل البرنامج اللي اسمه ريال فلايت ده بتاع السيميوليشن ده، واحاول ابدا اتمرن على انه اطير الطياره بصوره يدويه. كويس. بالاضافه لكده انا طبعت عديل النموذج بتاعنا ده طباعه ثلاثيه. بالمناسبه يا جماعه ناس اكليبسون عندهم نموذج مجاني، اذا انت حابب انه تنزل منهم نموذج بس عشان تتعلم ويكون عندك تصور عن الحاجه اللي بنعمل فيها، ممكن تخش الصفحه بتاعتهم، عندهم نماذج مجانيه تماما ممكن تنزلها، وممكن اذا عندك طبعه ثلاثيه ممكن تطبعها تماما يعني. كويس. لكن اذا ملاحظين دي مثلا واحده من القطع اللي طبعناها. كويس. بتجي بعد ذاك بتركب فيها مثلا خدها بالصوره دي. كويس. والطياره كلها بتتركب بالطريقه دي. بيكون في بعض الرودز او الوصلات زي دي تحت الكربون فايبر اللي بتربط بين الاجزاء دي مع بعض يعني. كويس. او مواسير بتاعت كربون فايبر صغيره كده تقدر تربط بها الاجزاء دي مع بعض، وتعمل لها تاني زي صبغ قوي كده 700 ولا حاجه، تقدر تلصق الاجزاء دي مع بعض. كويس. بعد ذاك بيكون عندك باقي الحاجات صح، اللي هي مثلا دي البطاريه اللي انا حاشتغل بيها. زي ما قلت لكم انا حقيقه ما حصل طيرت طياره، انا كنت معتمد تماما على الشباب في السودان هناك انهم بيشتغلوا الشغل ده محتاج لي حرفنه. فشبه انا حابدا من الصفر يعني. كويس. دي البطاريه اللي حاشتغل بيها. تمام. ده الموتور. كويس. و ده المتحكم اللي هم كانوا شغالين بيه. انا حقيقه بعد الكثير من القرايه اقتنعت انه ما المفروض نشتغل بالمتحكم ده. هو ده متوفر لكن امكانياته ضعيفه حقيقه. في المستقبل اذا الواحد عايز يعدل في البرنامج شويه او يعني يضيف فيه، الموضوع بيبقى شويه ما عملي شديد. كويس في ذاك. فعشان كده انا هعمل حاجه مختلفه شويه من الحاجه كنا شغالين بيها. هشتغل بالمتحكم ده. المتحكم ده اسمه بيجل بوم بلو. هو عباره عن كمبيوتر، يعني كمبيوتر عادي جدا، يعني ممكن تشغله زي اي كمبيوتر يعني. كويس. فيه لينكس وبيشتغل بلينكس. هنزل فيه البرنامج اللي اسمه اردو بايلوت ده بتاع الطيران ده، وهحاول اطير الطياره بتاعتي النموذج الصغير ده باستخدام المتحكم ده. برضه هنزل للناس ان شاء الله يعني فيديو عن التفاصيل دي. كويس. المفروض يقعد جوا هنا، الحته زحمه يعني، لكن هحاول انزله، هحاول اخليه هو اللي يقدر يتحكم في الطياره. ده ممتاز شديد حقيقه، لانه ده فيه الكثير من الحاجات والامكانيات الما موجوده في المتحكم الثاني الاساسي ده اللي هو البيكسوك. كويس. آه افتكر انه وصلت لنهايه الفيديو ده. فيديو طويل 14 دقيقه. ان شاء الله كل يومين ثلاثه يعني اديكم ابديت، اديكم فكره عن انه وصلنا وين بالضبط. بعد الساعه دي بعد ما اعمل اسمبلي، بعد ما اجمع الطياره بتاعتنا دي، هديكم فكره انه وحاعمل لكم فيديو اوريكم الشكل اللي وصلنا له والتركيب ذاته بتاع الحاجات جوا الطياره. حاوريكم ليه عملناها كيف وكده، او انا عملتها كيف وكده. زي ما قلت لكم في حاجات كثيره شديد بتعلم فيها هسه حاليا، كانوا بيشتغلوا شباب في السودان. وعشان كده رغم انه حامشي سريع، لكن اي حاجه هحاول اصورها وكده عشان باقي الناس يستفيدوا يعني، واي زول تاني عنده فكره انه يعمل مشروع مشابه يقدر يستفيد من الحاجه اللي بنعمل فيها دي. طيب يا شباب، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه، ونسال الله سبحانه وتعالى
إنه يحفظ دماء أهلنا في السودان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.